يا صباح الفل والهنا والحلويات. بقالكوا كتير مستنيين مني الفيديو بتاع مفضلاتي من شي جلام لعام 2023. انا عارفه ان انا اتاخرت فيه بس مش مشكله، وعايزه اقول لكم ان انا يعني قايلاه كده عشوائي. انا منقيه اكتر حاجات انا استخدمتها في 2023 وبستخدمها كمان لحد دلوقتي، وعايزه اقول لكم عليه. انا واحده ما بحبش البرايمرز خالص، ولكن البرايمر ده بتاع شي جلام اللي هو بتاع المسام ده البينك، مش الابيض. الابيض مش حلو، البينك تحفه للمسام، خطير، وكمان بيخلي ملمس الميك اب النهائي تحفه. بعشقه في الصيف، ما بستخدموش في الشتاء لاني مش محتاجاه، بس في الصيف بنزل برجع بيه وشي زي ما هو. تاني اكتر برايمر حبيته، بس ده ملوش اي علاقه بالمسام نهائي، ده له علاقه بالترطيب. انا بشرتي جافه فوشي جه عليه جدا، خصوصا ان هو الفينش النهائي بتاعه، او يعني التكستشر كده بتاع الوش بيبقى ستيكي كده، بيبقى ملزق، وده بيخلي ان الفاونديشن والطبقات اللي بتتحط فوقيه تلزق على وشك. ده مرطب مش للمسام، تحفه. البرونزر ده من شي جلام اسمه سانسايد برونزر، والدرجه بتاعته اسمها سانسيت ووك. البرونزر ده خطير خطير. بصوا يعني انا استخدمته السنه دي بما فيه الكفايه، يعني بموت فيه، يعني محفراه تقريبا، محفراه خطير، هاتيه على ضمانتي. والدرجه دي كمان انا اصلا مستخدماها النهارده. انتوا شايفين وشي تحسوه كده حلو كده، ناضر، شكله حلو، بعشقه وبستخدمه كبرونزر وكمان كبلاشر ساعات، بموت فيه. باليت البرونزر والهايلايتر دي اسمها دن. انا من ساعه ما جبتها من سنتين او من سنتين ونص وانا بموت فيها. فيها لونين هايلايترز باودر. ده بصوا هو قوي قوي، خطير خطير. مش عارفه بصراحه هو لسه موجود لحد دلوقتي ولا لا، بس لو تعرفوا سيلر لسه بتجيبه يا ريت. حتى كمان لون البرونزر بتاعه تحسوه قريب قوي من البرونزر اللي انا بحبه، فتحفه. وكمان الدرجه دي دي كريمي، دي كريمي، دول 2 باودر ودي برونزر. الباليت دي فظيع. الهايلايتر اللي هو الكريمي ده بيثبت جدا جدا، الهايلايتر الباودر يعني طول اليوم انسي ان هو يتمسح. تحفه الباليت دي لو انتي ليكي قوي في البرونزر والهايلايتر قوي زيي. جبت اخيرا جيل لاينر من عند شي جلام، انا عمري ما كان عندي. جبت ابيض واسود عادي، كنت فرحانه بيهم كجيل لاينر وتمام وحلوين وبتاع. استخدمت الاسود، يخرب بيت ثباته، ثباته مرعب. بصوا انا مستخدماه اهو، ثباته مرعب. انا كنت مش فاكره عملت كنت عامله بيه لوك، كنت راسمه بيه على وشي كده الباترن بتاعت البقره دي اللي هي الكاو باترن دي. مسحت وشي يا جماعه بالعافيه، وشي التهب حرفيا من كتر ما هو ما بيتمسحش. فده معناه ان هو في الصيف هيبقى معانا بطل حرفيا. هو مش مكتوب عليه حاجه خالص ان هو مثلا ثابت او ان هو ووتر بروف، بس هو بجد ثابت جدا فحبيته. الابيض انا اصلا يعني عشان اعرف اجيب جيل لاينر ابيض حلو من انجلوت، وانجلوت دلوقتي بقى يعني الاسعار نار، فانا طبعا فرحانه ان انا اخيرا جبت جيل لاينر ابيض نوعه محترم. بصوا الاسبونج دي مش نظيفه ومتاكله زيزو واكلها، بس يعني دي من افضل السبونجز اللي عملتها شي جلام، لانها كانت بتعك شويه كده في الاول، سواء في الشيب كانت بتعمل كده كذا شيب، شكل كده رخمين. حتى نوع السفنج نفسه ما كانش عاجبني ابدا. دي تحفه، دي اللي هي كانت جايه مع السيت بتاعه الالينز، تحفه. انا جبت واحده تانية، يعني دي واحده تانية اهي. وبصوا بفرق الحجم بتكبر قد ايه، يعني دي كمان مثلا من امبارح مغسوله، دي لما بتتغسل بتبقى كمان اكبر من كده، تحفه. باليت الاي شادو دي بتاعه فين وذن، انا ما تخيلتش ان انا استخدمها كتير، يعني لما شفتها قلت استخداماتها محدوده. بس انا الفتره اللي فاتت كنت موهومه قوي بالحاجات اللي فيها رسم، خصوصا التشالنج بتاعه التيب. كنت محتاجه باليت فيها الوان موف حلوه، كحلي حلوه، الاصفر والاورنج فيهم تحفه.
لو انت غاويه لعب بالالوان، الباليت دي سكر. حتى كمان بصوا الجليترز اللي فيها حلوين، والكواليتي بتاعتهم حلوه، يعني حلوه قوي. الباليت حلوه يعني بصراحه. جل حواجب بس في انبوبه. جل الحواجب ده بصوا، ده جل في انبوبه، بتبقى بصوا فرشه سيليكونيه كده، تضغطي عليها، هي فيها 3 اخرام، ال3 اخرام دي بتطلع المنتج. تروحي بقى بالفرشه السيليكون دي مسرحه حواجبك. بصوا انا حواجبي متجبسه، يعني انا عامله الميك اب ده من امتى، من الفجر مثلا، يعني مخلصاه مش فاكره 6 الصبح حاجه كده. انا حواجبي خطير خطير. هو بس يعني لو كانوا عملوا لنا نفس المنتج ده بس في يعني علبه ولا بتاع، انما مش عارفه مسترخمه ليه الطريقه بتاعته، مسترخماها مش عارفه يعني. يمكن انا غريبه. هي المفروض ان هي كده اسهل طبعا، منتج واحد مش علبه وفرشه وبتاع، مش عارفه يعني. بفضل كده دوس جامد وبتاع عشان اطلع منتج، انما هو المنتج لا يتجاب. طبعا شفتوا البخاخه دي بتاعت الجليتر، بصوا شايفين الجليتر؟ دي انتي عروسة جديدة كده، عايزة كده تدلعي في البيت، لابسة بيجامة حلوة، عايزة ترشيها على شعرك على جسمك. بصوا فكرتها لذيذة صراحة قوي، يعني كانت بهراني. ودي اول ما نزلت هوب الناس كلها قلدت الباكج بتاعتها، بس كانت البداية هنا من عند شي جلام بصراحة سكر. انا ما بحبش انه مثلا يبقى معايا الجليتر لونه ابيض، انا كان نفسي اللي معايا يكون شامبين مثلا، فانا هجيب الشامبين بتاعتها. الليكويد بلوش ده بتاع شي جلام مش محتاجين ريفيو، انتوا عارفين ان انا تقريبا ما بيعديش فيديو الا وبستخدمه، والله فعلا يعني قليل قوي ما عندي فيديوهات مش بستخدمهم فيها. ولكن انا عايزه اقول لكم الدرجات التوب عندي. في درجه على اورنج اللي انا اصلا مستخدماها في اللوك بتاع النهارده، هتشوفوه في الفيديو بتاع اللوك ده. الاورنج بتاعها حلو جدا. الدرجه دي اسمها بيرث داي سوت اهي، درجه اورنج، معلش بقى السواتشز دي درجه اورنج. لكن اجدد درجه عملتها شي جلام، وبهرتني يعني، بقت صاحبتي خلاص. لان انا اصلا بصراحه بقيت موهومه جامد البلاشرات الفوشيا، يعني جامد. الدرجه دي نار، عجباني. الدرجه دي جديده اسمها اون بوينت، وهي اون بوينت بصراحه. وفي كمان البينك الافتح منها اسمها لاف كيك، ودي مشهوره قوي، بس انا كنت عايزه اوريكم بيرث داي سوت عشان حسيت ان هي ما خدتش ضجتها الجامده في الريفيوز. وكمان الدرجه الجديده دي اون بوينت. انا واحده لما باجي اشتري هايلايتر عمري ما اشتريته درجه غير الدرجه الشامبين، لكن لما تعجبني كواليتي هايلايتر ويعجبني ثباته ويعجبني كمان بصراحه الباكج بتاعته، فانا عايزه اجي اقول لكم ده برضو كان جاي مع السات بتاعه الالينز. لونه مش شامبين، ولكن بصراحه لازم يتحط من ضمن احسن منتجات اتجربت من شي جلام في 2023، يعني ما ينفعش ان هو يتساب يعني. بصوا احطها لكم فين، بصوا نور على طول، نور. هو حلو بصراحة، حلو مع ان هو مش شامبين، هو لونه ابيض كده، اللي هو الالوان الهولوجرام دي اللي هي الابيض وبتقلب موف وبتاع، لكن تحفة. الماسكارا بتاعت شي جلام اللي هي لونها اسود في اخضر، طبعا انتوا عارفينها، انا كنت بحبها جدا. ليه بقى؟ انا واحدة في الصيف تحت عيني بيبقع او بيسيح على مدار اليوم، فكنت مضطرة ان انا استخدمها عشان هي ووتر بروف، وبصراحة هي حلوة. فاعمل ايه يا منى، استخدميها. اي نعم انا رموشي حلوة
وطويله كثيفه، كانت بتنشفهم جامد قوي. ما هي ووتر بروف، كانت بتنشفهم جامد قوي، وكانوا مثلا يتكسروا يتشالوا وانا بشيلهم، يعني مرار. لحد ما نفس المسكرة نزلت فيرجن تاني مش ووتر بروف. خطيرة خطيرة خطيرة. انا لما بيجيلي رسايل منا اجيب مسكرة اسنس ولا لوريال بس خلاص بقى انتهينا بقى، يعني احنا بنتطور، احنا بنجرب، احنا بتاع. دي بقت صاحبتي، تحفة تحفة. لا 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 لا، دي صاحبتي، دي انا هجيب منها 2 كمان. خطيرة، شيلها سهل بالمية عادي، ما بتهببش، هي مميزة كده، طالعة كده من النو وير، مسكرة تحفة. دي بصوا دبل فيس بيعمل فوليوم وفيس بيطول. انا دايما بحب استخدم اللي هي بتعمل فوليوم. انا رموشي طويلة بس مش كثيفة قوي، فدي بتعمل لي فوليوم تحفة. وده الفيس التاني بتاع التطويل. انا دي دايما بستخدمها في الرموش السفلية، يعني جامدة جدا. وعلى فكرة الجديدة اللي تحسوها برضو يعني ما خدتش حقها يعني شوية في الدعاية وبتاع، كانت دي. اخر فيديوهين عندي مثلا على اليوتيوب هتلاقوني مستخدمها. افكت جبار، تحسوا ان الشي جلام كده بقت بتفهم تعمل مسكرة ازاي. شكرا على المسكرتين دول بجد. ليكي قوي في التنتات، بتحبي تحطي تنت على شفايفك ويبقى ثابت مدة طويلة، هاتي ده. هو ده تنت بس زي التاتو كده، يعني انتي بتحطي منه طبقة تخينة شوية وبتسيبيها شوية بتنشف، بتقومي شايلاها زي التاتو. انتي اكيد هتكونوا عارفين او عندكم خبرة عن المنتج ده يعني. دي جديدة لانج، وبصراحة حلوة، يعني حلوة قوي. الشي جلام بتعرف تعمل ليب لاينر، بتعرف ذوق العميل وبتعرف تديله ايه. لما انا اجرب 3 مرات ليب لاينرز مختلفين باشكال مختلفة باديشنز مختلفين اصلا خالص، وكلهم يبقوا كريمي جدا، الوانهم حلوة قوي، ال3 ليب لاينرز دول جامدين جدا. الليب لاينر ده الدرجة بتاعته اسمها ديب كاراميل. بصوا اللون بتاعه بني، مش على اورنج مش على احمر، الدرجة بتاعته بني باردة. بني باردة يعني درجة بتعرف تعمل كونتور للشفايف، يعني انت تعرفي تعملي تكبري شفايفك، تعملي لها فوليوم من غير ابدا ما تبان ان هي شكلها فيك. هاتي القلم ده، حبيته وكريمي زبده كده في ايدي. ده دبل فيس، فيه منه الوش التاني روج، لونه فاتح كده شويه. الدرجه برضو يعني متنقيه قوي، متنقيه. فالقلم ده حرفيا بقى معايا طول الوقت، لازم قدامي كده طول الوقت، لو تاه مني شويه بحتاس. نفس الدرجه الجامده، بس يعني نقول افتح شويه، لون كده برضو قمر. بصوا درجه البني، شي جلام انا عايزه من القلمين دول بالذات 8 كمان. القلم ده بصوا ده شكله اهو، اسمها سنتر ستيج. اما بقى القلم السيمون ده انتشر شويه، ده برضو درجاته كلها حلوه. يعني بصوا انا معايا منه مثلا رقم 3 مثلا، مفيش حته في ايدي فاضيه. بصوا درجات نوت حلوه، يعني هتعرفي تلاقي ذوقك قوي فيه. انا ممكن اكون طالعه عامله الفيديو ده عشان اقول لكم ان شي جلام بتعمل ليب لاينرز جامدين. منتج مش اساسي في الدنيا، بس الاكحال الملونه اللي نزلت مع السات بتاعه كرومازون الجديده ثبتهم يا جماعه. انا حطيتهم على ايدي، قعدوا في ايدي 2 3 ايام،
ايه ازاي يعني؟ انا ست، انا بشطف زيزو وبغسل مواعين وبعمل كل ازاي انتوا ثابتين في ايدي؟ ثباتهم خطير والوانهم ايه ده، ما تعرفيش تجيبي زيهم من حته تانية. يعني بصوا مثلا في ده اسمه اون اتراب. ليه يعني ليه الاسامي بتاعت الاكحال تكون طويله كده؟ بصوا ده اخضر جليتر. بصوا اللون، عايزه كحل فضي. لا يعني بصوا الاكحال دي حلوه، يعني حلوين قوي قوي. طبعا طبعا الارواج اللي كانت في شنطتي طول الوقت قدامي، طول الوقت حاطه منهم، انا حاطه منهم النهارده وامبارح واول، يعني بقوا اصحابي الارواج دي. دول في ريفيو كامل عنهم، عن ال20 درجه انا حطيت، كانوا 20 درجه، انا حطيت ال20 درجه منهم على شفايفي. سهل ان انت تجيبي روج ستيك بالشكل ده، بس هل سهل ان انت تجيبيه مات خالص؟ الفينش المات ده احنا بنلاقيه بس في الارواج السايله، انما روج زي ده ومات، انتوا ازاي بجد عملتوا فورميلا دي؟ صعب يعني، فاهمين؟ بلس بقى فيها الوان شويه ما تتحطش، يعني نبيتي وموف وبتاع، انما لما نخش على الالوان النود فدي بقى مبدعه الوان. انا مش هكلمكم على الالوان، انت خشي نقي الالوان اللي انت عايزاها، انما الروج ده ابداع. بس برضو الواحد لازم يتكلم، يعني لازم يتكلم في الحلو ولازم يتكلم في الوحش. ليه يا شي جلام 3/4 انا عندي 20 روج من ده؟ ليه يا حبيبتي 3/4 الارواج دول عندي اتقطموا يعني لوحدهم كده؟ يعني تعملي كده روج يقع، خلاص هعمل ايه يعني؟ ما هو انا كده كده مثلا مش هطلعه كله فمش هيقع. بس انتي برضو عارفه بيصعب عليكي نفسك انه ليه روج حلو قوي كده بس مش متثبت حلو في العلبه. ما تعودتش ان انا يبقى عندي من مفضلاتي باليت اي شادو صغيره كده، وفي شويه سيلرز عارفين ده عني ان انا ما بحبش باليتات الاي شادو الصغيره. بس انا عايزه اقول لكم ان الباليتين دول رادوني في حاجه. اولا انتوا طبعا عارفين الباليتتين دول اللي هم كانوا من الست بتاعه هاري بوتر، الست الخطيره بتاعه هاري بوتر. بس يعني كل ست بيكون فيها حاجات واو وحاجات ملهاش لازمه يعني. لكن انا بالنسبه لي الباليتتين دول كانوا مميزين. يعني انا اقول لك روحي اشتريهم لسبب. عندك مثلا سليذرين، خدتي بالك من حاجه؟ خدتي بالك من اللون ده؟ اللون ده انا عايزه اعمل له لوك، لازم اعمل له لوك لوحده. ممتاز، درجه صعب تلاقيها في باليتات. يعني انا عندي استعداد ان انا اشتري الباليت دي كلها بس عشان الدرجه دي درجه زيتي. هل انتي تراهنيني برضو ان انتي عندك درجه زيتي فاتحه بالشكل ده، او اللي هو البيج الزيتي؟ ايه الباليت دي؟ طب دي تراهنيني برضو. بصوا الذكاء بتاع شي جلام انها تعرف تخليكي تشتري يعني باليت اي شادو قد النونو وحطالك فيها الوان استحاله تبقى غبيه لو حطيتها في باليت كبيره. بصوا اللون ده ايه، ازاي يعني ازاي؟ اللون ده حلو قوي، بس طبعا يعني مش هو ده اللون اللي انا بكلمكم عليه. ايه دول؟ ازاي درجة بترولي مش ازرق، بترولي. هل انت عندك
درجه بترولي. بصي الدرجه بصي الدرجه يعني يخرب بيتك. بصوا كمان يعني الثلاث الوان دول من نفس الباليت، هيحس اني اوفر اللي ملهمش في السموكي الازرق او الاخضر. بس لو حد زيي عنده باليتات كتير وشاف كتير وبيفضل يدور على درجة معينة صعبة ويبص يلاقيها في الباليت دي، واو شكرا. الحقيقة يعني ان التلاتة كونسيلرز دول كانوا في ايدي طول الوقت، لدرجة ان انا مش فاكرة امتى اخر مرة استخدمت فيها كونسيلر مش دول 3 انواع مختلفين من الكونسيلرز، بس التلاتة قريبين لبعض قوي 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 في الكواليتي، والتلاتة احلى من بعض. ده الكفر بتاعه عالي، في ده بفرشة كده من فوق. التلاتة التغطية بتاعتهم تعتبر عالية، يعني انا ممكن احط منهم اخد راحتي كده واحط، وبعدين اكتشف ان انا لا انا افورت، انا يعني حطيت كتير قوي. ده انا كنت جايبة منه درجة اسمها شل، درجة شل كويسة عليا بصراحة. انا اصلا النهاردة حاطة شل كويسة عليا قوي. وده كان اجدد واحد فيهم انا جبته، اللي هو اسمه كومبلكشن بوست. ده برضو التغطية بتاعته من متوسطة لعالية، وبسبونج كده بتلفي دي بتطلع المنتج. ده انا اقل واحد فيهم استخدمته علشان جبت منه درجة فاتحة شوية. ده كنت جايبة منه درجة باتر سكوت، بس يظل بجد يعني اللي في قلبي قوي فيهم ده، مع ان في نظري ده اتقلهم. مش اتقلهم، هو ده يعني ايه، عارفه لما انا اقولك ان انت عشان تستخدمي بيز للاي شادو يكون كونسيلر حلو وبينشف بسرعه، هو ده انا جربت منه درجه من 2 سنين، ما كانتش شي جلام منزله منه درجات خالص، يعني كانت زلانه في درجاته، كانت درجاته مش حلوه، برغم ان درجته اللي كانت معايا ما كانتش حلوه، بس انا فضلت وراهم مستنيه ينزل منه درجه عدله اشتريها. درجات اللي انا ارتحت عليها جدا درجتين، درجه اسمها شورت بريد ودرجه اسمها ميد لاين. ما اهتمتش قوي انا بالفاونديشن اللي هو كان مضغوط ده، عادي يعني مش حبيته قوي بصراحه. الفاونديشن ده كان عندي التوب اللي هو سكين فينت، ده بتاع البشره المختلطه والجافه. انا بشرتي مختلطه جافه طبعا في الشتاء ده على طول معايا، لكن في الصيف بستخدم التاني بتاع البشره الدهنيه، ولكن على فكره انا بستخدم ده برضو في الصيف وحلو معايا. الفاونديشنات كلها بتاعت شي جلام كان درجتي منه وورم فانيلا، بس انا غالبا افتحيت مش عارفه ليه، فبقيت بستخدم منه درجه شل. مش محتاج ريفيو، قلم الحواجب ده اكيد معروف اللي هو ده الدبل فيس، ده فيس قلم كده، انتوا شايفين رفعه رفيع يرسم لك شعره بمنتهى الاريحيه. كان يستاهل انه يبقى فعلا بيست سيلر عند شي جلام، يعني المنتج الاكثر مبيعا على الاطلاق عند شي جلام. لكن انا ما بستخدمش ده، لان انا اصلا بصوا انا عندي حواجب اصلا الحمد لله يعني. لكن انا اكتر حاجه بستخدمها هو الشكل اللي هو الفلوماستر ده. بصوا الرفع ايه ده، انا بصراحه بستخدم ده، يعني احس كان انا عايزه اعمل كده بس يعني. وانا عامله كده على فكره في حواجبي، انا رسمه حواجبي بيه النهارده اهو. اكتر لون كونتور ليكويد انا استخدمته من شي جلام كان درجه تيراكوتا. بصوا اللون، انتوا كده فهمتوا ذوقي قوي، يعني الدرجه اللي هي بتدفي وشي وفي نفس الوقت كده تديها حيويه ونضاره كده، بحس ان انا يعني والله بختلف. انا برضو حطاها النهارده. انا بحب الجلوسز جدا، طب لو عندي اقلام روج بالشكل ده وكمان جلوس
شي جلام يعني التميز، والله يعني مش تطبيل والله، بس هي فعلا طالعه كده تبهرنا بمنتجات غريبه. جلوس اهو، جلوس مش قلم جايلك مات المفروض يعني، بس تحسوه كريمي كده او في لمعه، لا ده جلوس اكنك حاطه جلوس. ازاي؟ هاو يعني انت ازاي خدت جلوس ونشفته وخليته في قلم؟ انا مش عارفه يعني، مش عارفه. لا ده اه المنت. ايه ده؟ انت ريحتك ايه؟ ريحته بونبوني. الاقلام دي كانت من مفضلاتي في 2023. انا قلت اني ما بحبش الباليتات الصغيره، بس برضو قلت انه الباليتات الصغيره بالذات من اي براند عموما دايما تغريكي بدرجه لون يعني صعبين، درجات صعب تلاقيها في باليتات كبيره عشان يخلوكي تشتريها. فاكرين الست دي؟ فاكرينهم صح؟ اللي هي اسمها روز سوناتا. ليه على فكره انا معايا منها 3 درجات تانيين، بس اللي فيها احمر واللي فيها بتاع مش مهم. بصوا الباليت، اولا الباليت الصغنطوطه دي مرايتها تجنن، يعني انت لو خدتيها معاكي في الشنطه انت كسبتي مرايه زي الفل، كواليتي تحفه، بس مش مهم. بصوا الدرجات، عايزه تعملي لوكات روز نود جامده، هاتي الباليت دي. درجات البينكات فيها النود حلوه قوي. باليت الاي شادو دي بقى كانت البريمو معايا السنه دي، الهديه اللي انا طلعت بيها. انا مش محتاجه اتكلم عن اللي بيحبوا الالوان الورم، الاورنج، البيج، البني، البني المقرنش، البني البتاع. هاتي الباليت دي، ما تفكريش على طول دوسي هاتي الباليت دي برضو الواحد لازم يجيب سيرتها ويتكلم عنها، ما ينفعش اني ما اتكلمش عنها. من اول برضو مراية بنت ناس لحد الشكل برضو مختلف، يعني الاختلاف برضو مطلوب دايما عند شي جلام. بس بصوا الالوان، الوان نود، وفي درجة البني دي اللي انا دايما بدور عليها، اللي هو البني المقرنش. البني ده خطير، البني المحروق بس حلو، الوان نود جامده. بصوا باليت متنقيه، لازم تكون في التسريحه بتاعتك دي. شوفوا انا خلاص بجد تعبت بمعنى الكلمه. تعبت قوي، بقالي كتير واقفه، بس يعني مثلا عايزه اوريكم باليت البلاش دي. انا واحده مدمنه بلاشر بينك، حبيت الباليت دي جدا. لو انت عندك نقص في الباليتات بتاعه البلاشرات البينك فالباليت دي هتعجبك جدا. انا عندي واحده تانية برضو اورنج، دي اجدد واحده. الاورنج عندي من 1.5 سنة او حاجه، بس دي اللي فيها بينكات كانت ناقصاني، وده يعني انا مبسوطه انها معايا، يعني هي كيوت خالص، يعني بينكايه جميله. برضو انا النوع ده عندي منه لونين تانيين، بس ده اكتر لون انا بحبه. وفي كمان دي برضو انا استخدمتها كتير، يعني مش كتير قوي بس استخدمتها برضو السنه دي من البينك الفاتح للغامق. انتي بقى خلصي، انا تعبت. دول اللي انا يعني مش عارفه افتكرتهم، وعايزه اقول لكم ان انا والله لميتهم كده والنور قاطع اصلا، فيمكن اكيد في منتجات تانية بحبها وتستاهل ان انا اتكلم عنها، بس انا نسيتها بصراحه، او ما شفتهمش قدامي فنسيت اجيبهم. لو حسيت ان في منتجات تانية انا كنت مقصره ان انا ما جبتش سيرتهم النهارده هعمل بارت 2، ولكن دول كانوا البيست اللي انا جربتهم في 2023. في كمان ان شاء الله فيديو بس صغنطوط عن المنتجات اللي ما عجبتنيش او شفتها ملهاش لازمه او ما تستاهلش تتجاب او ليه اتعملت، فاهمين؟ يعني ممكن ما يبقوش وحشين يعني قوي، بس ليه اتعملوا كده، او مثلا ما حبيتهمش قوي السنه دي. ان
شاء الله. بس لو عجبكم الفيديو ده وحسيت ان هو عليه تفاعل حلو، هعمل منه بارت 2.